قال عمر: ليتني كنت كبش أهلي يسمنوني، يؤلفوه حتى يسمن، ما بدا لهم حتى إذا كنت أسمن فأكون زارهم بعض من يحبون، فجعلوا بعضي شواء وقطعوني قديدا، ثم أكلوني وأخرجوني عذرا، ولم أكن بشرا. ايش تتفسر هاي؟ ليش هذا التمني؟ شنو مستوى الكآبة اللي أصيب بها حتى هكذا يتمنى؟ مو الإنسان يعلم ما قدمه وما أخر، عند الموت شريط أعماله كله يستحضر عنده، يجي هذا اللي يشوف العذاب بعد يتمنى أن يكون بشر. هذه في حلية الأولياء اللي يريد يرجع لها يشوفها، وفي تاريخ دمشق موجودة هاي. واحد تمنى أن يكون عذرة الإنسان وهي نجسة قذرة، لأن الأعمال هم هكذا على حسب الأعمال. الشناعات اللي سواها تدعو أن يتمنى هذا التمني، والعذاب اللي ينكشف إلى في ساعة الاحتضار يبين إلى أنه شنو لازم يتمنى.